السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في دورة محو الأمية الرقمية. الدرس الخامس: معلومات عن الشبكات. الشبكات هي مجموعة من المعدات والأجهزة المرتبطة فيما بينها، وهذه الأجهزة تنقسم إلى قسمين: أجهزة بسيطة مثل الهوب، سويتش، بريدج والروتر، وأجهزة نهائية مثل الحاسوب أو الطابعة أو الهاتف إلى آخره. سميت بنهائية لأنها تكون في أطراف الشبكة. الموصلات بين الأجهزة تكون إما كابل كواكسيال، وهو خيط يتكون من موصلين سلك وشبكة، كروس كابل يتكون من 8 أسلاك، 4 منها تعمل والأربعة الأخرى لإبعاد التشويش. الفيبر أوبتيك يتكون من ألياف بصرية وسرعته في نقل المعلومات كبيرة. أو عبر الويفي تنتقل المعلومات عبر الهواء على شكل موجات وترددات. بعض المعلومات عن الأجهزة البسيطة: الهوب جهاز يستخدم لربط عدة أجهزة ويحتوي على عدة منافذ، عددها إما من 4 نوافذ أو 8 أو 16 أو 24 أو حتى 32. ويعتبر الهوب جهاز غبي لأنه يعمل مثل موزع الطاقة الكهربائية. عندما تأتي له رسالة من جهاز A إلى جهاز B، فهو يرسلها إلى جميع الأجهزة الأخرى بما فيهم B، وهذا ما يجعل الشبكة ثقيلة من حيث تبادل البيانات. سويتش هو مثل الهوب ولكن له ذاكرة داخلية يخزن بها معلومات عن كل الأجهزة المرتبطة في الشبكة. وعندما تأتي رسالة من جهاز A إلى B، يتعرف على المرسل إليه عن طريق الأدريس ماك ويرسلها له دون باقي الأجهزة. وفي حالة كان الجهاز المرسل إليه حديث الارتباط بالشبكة، فيقوم بإرسال الرسالة إلى جميع المنافذ مثل الهوب، ولكن بعدها يتعرف عليه وتسجل الأدريس ماك في ذاكرته. البريدج يستخدم لتقسيم شبكة كبيرة إلى قسمين، وهو يعمل مثل السويتش، وهو يقلل من الرسائل التي لا فائدة منها كما ترون في هذا المثال، فإنه يوقف الرسالة الآتية إلى A ويسمح بمرور الرسالة الآتية إلى B، وهذا يساعد في التخفيف على الشبكة. الروتر هو جهاز أذكى منهم بكثير ولا تهمه الأدريس ماك، فهو يتعامل بالأدريس IP وبه نظام تشغيل، ويمكن اعتباره كحاسوب مصغر، وسأتكلم عن IP في آخر الحلقة وبإيجاز. أنواع الشبكات: هناك شبكات محلية LAN Local Area Network، وهي تكون إما على مستوى مبنى أو شركة وتربط عدد محدود من الأجهزة. وهناك شبكات إقليمية MAN Metropolitan Area Network، وهي تكون على نطاق مدينة. وهناك واسعة النطاق WAN Wide Area Network، وهي تربط المدن فيما بينها. وهناك شبكات عديدة أخرى مثل البان، الكان، السان. WLAN تعني الويرلس لان، أي شبكة محلية تربط الأجهزة فيما بينها عن طريق الويفي أو البلوتوث. ما هي الأدريس IP؟ IP تعني انترنت بروتوكول، يمكن تخيلها 4 خانات، كل خانة تشغل 8 بت. البت كما نعلم هو 0 أو 1. إذن عدد احتمالات كل خانة هو 2 و8، وهو 256. وعدد عناوين IP الممكنة هو 256 أس 4 وتساوي 2 أس 32. هذا العدد أكثر من 4 مليارات. ومع العدد الكبير من الأجهزة الموجودة من حواسيب وتابلتات وهواتف، أصبح هذا العدد لا يكفي لتغطية كل الأجهزة، وانتقلوا من التقنية القديمة IPv4 إلى التقنية الجديدة IPv6، وهي على شكل 8 خانات، كل خانة
بها 16 بت، أي المجموع 128 بت. وتفرق بين كل خانة وأخرى نقطتان. أما في التقنية القديمة IPv4 يفرق بين الخانات بنقطة. حاليا يستخدمون 4 خانات الأولى نظرا لاكتفائهم بالعدد الهائل من الإمكانيات، ولا أظن أن عدد الأجهزة سيصل لهذا العدد كما ترون في الصورة. في هذا الدرس اقتصرت على إعطاء فقط شروحات بسيطة نظرا لشساعة هذا الموضوع، وهناك أشياء أخرى لم أتكلم عنها مثلا كتقسيم وعنونة الشبكات. أعطيكم فقط ثقافة عامة لمحو الأمية الرقمية. لا تنسونا بدعائكم. دمتم في رعاية الله.